ومن مؤسسة نبأ الإعلامية في درعا ينضم إلينا محمد المذيب. محمد، مساء الخير وأهلا بك معي في هذه النشرة. دعني أبدأ معك أو من الجانب الإنساني بعيدا عن الجانب العسكري نوعا ما. ألا يتوجب على الجيش الحر إعلام الجهات المحلية في درعا بأن هناك عملية عسكرية سوف يقوم بشنها على مواقع النظام تفاديا لمثل هذه الهجمات الإجرامية بحق المدنيين وإبعادهم عن مناطق الاشتباكات؟ نعم أخي الكريم، صراحة هذا ما نطالب منذ بداية هذه الثورة. فمجزرة اليوم 8 شهداء في بلدة نصيب وأكثر من 20 جريء جراء استهدافهم بالبراميل المتفجرة وصواريخ الأرض. نحن نطالب الجيش الحر بالابتعاد قدر الإمكان عن المدنيين وإعلامهم لو بطريقة غير مباشرة أن هناك معركة وأن هذه المنطقة منطقة خطر وإخلاء الطريق لهم من أجل النزوح من هذه البلدة، أو ربما محمد تأمينهم إلى مناطق أكثر نعم. أمنا، ربما على الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية. نعم أخي الكريم، كي لا ننسى أن هذه الثورة قامت من أجل هذا الشعب المظلوم ولإزالة المعاناة عنه، خاصة الناس تعيش حالة إنسانية صراحة مزرية في عموم درعا وريفها مع ارتفاع وتيرة القصف ومجزرة تلو مجزرة غارة وتلو غارة. تقريبا وتيرة القصف تزداد يوما بعد يوم بكل صنوف الأسلحة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. الناس بدأت أخي الكريم بقطع الأشجار التي زاد عمرها عن 100 عام نتيجة لفقدان الوقود في أغلب مناطق درعا، وأن وجد فإن أسعارها ارتفعت أضعافا مضاعفة نتيجة لسلوك بعض ضعاف النفوس في رفع أسعار هذه المواد. يعني محمد، مؤسستكم هي الراعي الإعلامي لهذا العمل العسكري الآن في درعا الذي ربما يكون إيجابيا بشكل كبير على الثورة السورية، وخصوصا فتح طريق من درعا إلى دمشق. هل أخبركم العسكريون في غرفة العمليات لهذه المعركة بأنهم سوف يقومون بعمليات احترازية للمدنيين؟ أخي الكريم، بالنسبة للمدنيين لم تكن هناك أي عمليات احترازية، وهذا ما ننتقده اليوم صراحة. وفي كل يوم لابد من فتح معابر آمنة لهؤلاء المدنيين عند البدء بالمعركة أو قبل البدء بالمعركة أو بعدها بقليل من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من المدنيين. نعم محمد المذيب، أكتفي معك بالأخبار